السلام شيرات، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم الكروكي. نبداو على بركة الله. المقادير: عندي كاس سكر، عندي كاس إلا ربع زيت، وعندي كاس تاع فرينة، وعندي كاكاو وفاني، وعندي زوج حبات بيض وباكي خميرة كيميائية. نبداو في التحضير. عندي زوج حبات تاع بيض، نضيفو لهم. هذا هو الكاس اللي عبرت به المقادير، يعني يجيك كاس الا ربع زيت. كنت ضفت كاس سكر، نخلطو مليح هذاك السكر مع البيض، ونضيفو له فاني، عندنا مغرف تاع فاني، ونخلطوهم مليح. ومن بعد نبداو نضيفو الزيت، نضيفو الزيت ونخلطو كذلك مليح. شوفوا كيفاش يولي معانا. ومن بعد نبداو نضيفوه في الفرينة، يعني بعد ما نكونوا غربلناها، ما نضيفوهاش هاك وخلاص باش يجينا بنين وخفيف. ونضيفو باكي تاع خميرة كيميائية، كذلك نغربلوها ونخلطو مليح، ونشوفو شحال كاينه الفرينه اللي تشرب وكاينه اللي ما تشربش. شوفوا نتوما على حساب الفرينه اللي تستعملوها. ابداو تضيفوا غير بشويه حتى تولي عندكم عجينه، يعني ماشي متماسكه بزاف، تكون مليحه كي شغل تتلاصق باش يجيكم طري. وهنا عندي راح نقسم الخليط الى نصفين، يعني نص راح نستعمله مع الكاكاو، والنص الاخر راح نخليه هكا ابيض. نبداو نضيفه في الكاكاو مع هذيك النصف تاع الخليط. الكاكاو يعني كذلك يزيد يعقد الخليط. يعني نتوما شوفوا اذا كفاكم غير الكاكاو صح، اذا ما كاش تقدروا كذلك تزيدوا له شويه تاع فرينه، لانه راح نديروها عجينه. كما انا زدفت الفرينه حتى ولات عندي عجينه. ومن بعد راح نستعملوا اليد، لانه باش نعرفوها كيفاش تجي معانا. نبداو بالخليط الابيض هو الاول، نخلطوه مليح ونشوف شحال. كيما انا هنا كانت مازالت ما تماسكتش معايا. كنت ضفت الفرينة، يعني تقريبا دات لي كأسين من الفرينة في الخليط الأول. هاي ليك بعد ما كملت عجنتهم في زوج، وهاي ليك هنا درتهم هكذاك حرابش، يعني كسلتهم. كنت قسمت الخليط الى نصفين، زوج عجينات، يعني زوج من الكاكاو وزوج من العجينة ديك اللي جات بيضاء. كامل نديرهم هاك. وبعد راح تشوفوا الطريقة اللي راح نخدمهم بيها باش يعطونا شكل جميل. كان انايا هذا جاني زوج في البلا كروكي، كان طولتهم شوية. ومن بعد قسمته الى اثنان على حساب البلا اللي عندكم نتوما. هاي اللي كنضيفوا واحدة من البيضاء ومسميها تاع الشوكولا تاع الكاكاو عفوا، ومن بعد نضيفوا البيضاء فوق تاع الكاكاو، ونسووهم مليح. ومن بعد نبداو ندورو فيهم. كما انا كان شويه طويل معايا.
هاي ليك هنا. دوروا هاك. وهنا تسووهم مليح زعما باش يخرجوا لكم شكلهم مليح. نخدموه مليح كذلك في البلا، يعني نضغطه شوية. وجا يعني بنة وشكل يعني ما شاء الله، وجا هشيش مش يابس، طري يذوب في الفم. نتمنى يعجبكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك وتعليق واشتراك للقناة. هاي ليك. انا راح ندخلهم في الفور على نار على 180 درجة من تحت بركم. بعد كي تشوفوه طاب تشعلوا له من الفوق. والتزيين اختياري، انا كنت ضفت شيكولا. مع قاطو كنت درتوله من الفوق، فتتو عليه من الفوق. ان شاء الله تجربوه يصدق لكم. كروكي يعني مكش لي ما يعرفوش، كامل يحبوه، والبيوت الجزائرية يعني كامل تحب تديروه. هو مشروع يعني تحبي تخدميه وتبيعيه للقهاوي. كاين اللي يشدو هاك طلبيات كيما هذو. خلو هذوك الشوكولات تبرد شوية، يعني تحكم روحها، ومن بعد نقطعوه. وهذاك راح تشوفوه في الصحن التقديم. ان شاء الله يعجبكم. انا بقالي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم وشهيتكم في الجنة، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامة.